فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية قديمة من الماضي، وفي الحكاية دي بنعرف قصة مستحضرين الأرواح اللي كانوا بيطاردوا وبيهاجموا كل الكائنات الحية، ولكن وقتها البشر والتنانين اتحدوا مع بعض وقدروا يهزموهم. وبالرغم من اللي حصل ده البشر خانوا التنانين وسجنوهم، وده علشان يستغلوا قوتهم على الشفاء من كل الأمراض. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف مجموعة من البشر وهم موجودين في مكان مهجور، وبنلاحظ ان في واحد منهم اسمه دياو فرحان جدا، وبنعرف ان سبب فرحته دي هي المادة الغريبة اللي هو بيشتريها، واللي بيطلب من زعيم المجموعة اللي اسمه لان انه يجيب له تنين حي، وبيعرفه ان لو قدر يجيبه له هو هيديله كل الفلوس اللي هيطلبها. ولكن وقتها لان بيرفض طلبه وبيحمله المادة الغريبة دي على العربة بتاعته. وفي الوقت ده بيجي راجل عجوز من بعيد وبنشوفه هو بيسيب بنته الصغيرة في المكان وبيودعها وبيمشي، وبيروح يركب مع دياو في العربة وبينطلقوا. ولما واحد من اللي موجودين بيسمع صوت البنت الصغيرة وهي بتصرخ بيروح لها، وبيتصدم لما بيشوف كل الحجارة اللي حواليها وهي طايرة في الهواء واللي بتقع على الأرض بمجرد ما بيقرب منها وبيلمسها. ومن ناحية تانية لان وأتباعه بينطلقوا في رحلة طويلة وبياخدوا معاهم البنت الصغيرة اللي بتفضل تصرخ طول الوقت. وبعد مدة بيوصلوا كلهم لمكان شبه السجن، وهناك لان بيكون متعصب جدا من صراخ البنت وبيديها للست العجوزة اللي بتكون هي الخادمة بتاعته، واللي بتفرح جدا بيها وبتعرف من الولادة بتاعتها ان اسمها بينج، وبتقرر انها تربيها وتهتم بيها لحد ما تكبر. ومن ناحية تانية دياو بيوصل لوالدته اللي بتكون على فراش الموت وبيعرفها انه جاب لها دماء التنين علشان يعالجها، وبيأمر المساعد بتاعه اللي اسمه وانج انه يجهز له العلاج. ولكن والدة دياو بتكون خلاص استسلمت للموت وبتطلب منه يدور على علاج لنفسه وبتسيبه وبتموت. فبيحزن دياو جدا على وفاة والدته وبيقسم انه مش هيموت بنفس المرض ده مهما حصل. وبتعدي ايام كتير من بعد اللي حصل ده وبنشوف البنت الصغيرة اللي اسمها بينج بعد ما كبرت. وفي الوقت ده بتيجي الست العجوزة اللي اسمها لاو وبتصحيها من النوم علشان تساعدها، وبتطلب منها تروح تأكل الفراخ. وفعلا بينج بتروح للفراخ وبتحط لهم الاكل وبتجمع البيض في السلة، وكمان بتروح تصحي صديقها الفار اللي اسمه هواو وبتديله اكل. وفي الوقت ده هما الاتنين بيسمعوا صوت زئير عالي جدا، وساعتها بينج بتطمن هواو وبتفهمه ان التنانين عاوزة تاكل. وقبل ما بينج تمشي من المكان هواو بينط في سلة البيض، وبمجرد ما بترجع للبيت هواو بينط في سلة الاكل. وبعدها بينج بتسحب الحبل وبتساعد لاو في رفع سلة الاكل على ظهرها، وبتروح لاو بسلة الاكل للزعيم لان واتباعه. ولان السلة بتكون تقيلة جدا بتقع من لاو، فبيتعصب لان وبيكون عاوز يضربها، ولكن بينج بتتدخل على اخر لحظة وبتمنعه وبتفهمه انها هي اللي هتشيل السلة مكانها. فبيتريق لان عليها هو واتباعه، وبالرغم من كده بيشيلوا بينج السلة اللي بتكون تقيلة جدا عليها. ومع ان بينج بتكون لسه صغيرة وضعيفة الا انها بتقدر تشيلها وبتمشي بيها مع لان هو واتباعه. وبعد شوية بيدخلوا كلهم جوه القصر اللي بيبان عليه انه واسع وفاضي جدا. وبمجرد ما بينج بتيجي تنزل السلة بتتفاجئ ان هو موجود فيها، وفجأة بيجي لان وبيرمي كل الاكل جوه الفتحة اللي في الارض، وللاسف بيقع هو مع الاكل وبينج ما بتكونش قادرة انها تنقذه. ووقتها اتباع لان بيعاملوها بمنتهى القسوة والعنف وبيطلبوا منها انها تمشي. وبعد شوية لان واتباعه بيخرجوا من القصر وما بيكونش في حد منهم واخد باله ان بينج كانت مستخبية، واللي بتروح تاخد الحبل والخطاف وبتنط جوه الفتحة وبتتعلق في الحبل لحد ما بتقع على الاكل. وبسبب اللي هي عملته ده ايديها بتتجرح، ولكنها بتفرح لما بتلاقي هو جاي يجري عليها. وفي اللحظة دي بينج بتترعب لما بتسمع صوت خطوات، وفجأة بيظهر تنين عملاق وبيقرب منها. ووقتها بيبان على بينج انها مرعوبة جدا، وده لحد ما بتيجي تنينة تانية ومعاها لؤلؤة سحرية وبتستخدم قوة اللؤلؤة دي وبتعالج جرح بينج اللي بتستغرب جدا من اللي حصل ده. وبتشكر التنينة وبتسألهم هل هم التنانين اللي هي شافتهم في أحلامها، فبتشاور لها التنينة ان هم فعلا. وبتقرب بينج من التنينة وبتسألها عن اللؤلؤة اللي معاها، ولكنها بعدها بتكتشف انها بيضة مش مجرد لؤلؤة. وبعد شوية بينج بتودعهم وبتقول لهم انها اتأخرت ولازم تروح. وساعتها التنانين بتبدأ تساعدها وبتوصلها للحبل، فبتشكرهم بينج وبتسيبهم وبتنطلق. وبالليل بنشوف بينج وهي ماشية في الشارع وبتدخل لمكان غريب وبتشوف فيه رسمة جميلة جدا، وفجأة بتخرج البيضة من الرسمة دي وبتفضل طايرة حوالين بينج وبتاخدها وبيدخلوا هما الاتنين جوه نفق معين. وفي نهاية النفق ده بنشوف بحيرة كبيرة، وفجأة بتظهر التنينة وبتفهم بينج ان الجنين اللي موجود جوه البيضة معجب بيها. فبتستغرب بينج من الكلام اللي التنينة بتقوله، وبتمسك البيضة وبتشوف الجنين اللي جواها وبتعرف انه ابن التنينة وان اسمه كاي. وساعتها التنينة بتفهمها ان البيضة دي جاهزة للفأس، ولكنها لازم تروح لبحيرة معينة وعلشان كده هي لازم تساعدهم. وبتودعها التنينة، وقبل ما تختفي قوتها بتدخل في القلادة بتاعت بينج اللي بتكون مستغربة جدا
جدا من اللي بيحصل ده. وفجأة بينج بتصحى من النوم وهي مخضوضة جدا، وبتلاقي ان القلادة بتاعتها بتنور وان في هزة ارضية قوية. وساعتها لو بتفهمها ان سبب الهزة دي هي ان في واحد من التنانين مات. وبمجرد ما بينج بتخرج بتلاقي ان في اعصار موجود فوق القصر. ومن ناحية تانية لان واتباعه بيروحوا يجيبوا التنينة اللي ماتت وبيبدأوا انهم يقطعوها علشان يبيعوها. وفي الوقت ده بينج بتكون شايفاهم وهم بيعملوا كده وبتحزن جدا، وبتفتكر التنينة وهي بتطلب منها انها تساعدهم في انقاذ ابنهم. وفي تاني يوم بتوصل قافلة من الامبراطور ومعاهم قفص كبير جدا، واللي بيكونوا جم للقرية بسبب موت التنينة وبيقرروا انهم يحبسوا لان. اما بينج فبتاخد الشاي علشان تروح تقدمه لمستشار الامبراطور. وساعتها بنتفاجئ ان دياو يبقى هو مستشار الامبراطور، واللي بيفهم قائد الجنود انهم لازم ياخدوا التنين وهو حي للامبراطور، وده علشان يقدروا يعالجوه. ولما بينج بتروح تقدم له الشاي دياو بيمسك هو، وبيكون مستغرب جدا من وجود بنت صغيرة في سجن التنانين، وبيقتنع ان دي علامة على حاجة معينة وبتجيله فكرة، وبيكون عاوز يصب الشاي على هواه. وقبل ما يعمل كده القلادة بتاعت بينج بتخرج قوة سحرية وبتمنعه. فبيفرح دياو وبيقول انه بكده لقى الحل اللي هيخليهم يجبروا التنين انه يدخل القفص. وبياخد بينج هي وقائد الجنود وبيروحوا للسجن، وبيقربوا كلهم من زنزانة التنانين. وبيطلب دياو من بينج انها تقنع التنين اللي اسمه لونج انه يجي معاهم للامبراطور، وبيفهمها ان لونج هو اخر تنين على الارض، وانه هو اقوى تنين في فصيلة التنانين الامبراطورية. وبيستخدم دياو السلاح اللي معاه علشان يقتل بينج، ولكن لونج بيزقر وبيحاول انه يخوفهم علشان يحميها. فبيفرح دياو وبيفهم القائد ان بكره لونج هيجي معاهم للامبراطور، وبيوضح له ان هو ممكن يضحي بحياته علشان ينقذ بينج. وفعلا في تاني يوم الجنود بيفتحوا السجن لونج وبيقيدوه بالسلاسل علشان يدخلوه في القفص. ووقتها دياو بيكون ماسك بينج ومراقبهم من فوق. ولما لونج بيرفض انه يدخل القفص دياو بيضغط على بينج وبيخليها تتألم، وساعتها لونج بيضطر انه يدخل للقفص. فبتتعصب بينج لانها ما بتكونش عاوزاه يتحبس، وبتصرخ بصوت عالي وبتخرج منها قوة كبيرة جدا بتطير كل الحراس اللي حواليها. فبيستغل لونج الفرصة وبيخرج من القفص وبيحاول انه يدمر السقف علشان يروح لها، وبيقدر انه يقرب منها وبيخرج البيضة من بقه علشان يديها لها. فبتروح له بينج بسرعة وبتاخد البيضة منه. وفي الوقت ده قائد الجنود بينقض على لونج وبيقدر انه يوقعه من تاني، وبيفضل لونج يهاجم الجنود اللي بيحاولوا يسيطروا عليه وبيقيدوه بالسلاسل. اما بينج فبتاخد البيضة وبتخبيها علشان تهرب، ولكن للأسف دياو بيشوفها وبيجري وراها وبيطلب من الجنود انهم يمسكوها. وبيفضل دياو هو والجنود يطاردوا بينج اللي بتقدر انها تهرب منهم، وده لحد ما دياو بيخرج حشرة غريبة من دراعه. وفعلا الحشرة دي بتروح تلدغ بينج وبتسممها. ووقتها دياو بيكون منبهر جدا وبيقول انه عمره ما شاف حارس تنانين عنده كل القوة الخارقة دي. ومن ناحية تانية بينج بتفقد تركيزها بسبب السم وبتكون خلاص هتقع من على الحافة، ولكن دياو بيمسكها. وقبل ما بينج تموت بتخرج طاقة من البيضة وبتعالجها. اما لونج فبيتعصب جدا من الجنود وبيقدر انه يهرب منهم، وبيدمر السقف وبينطلق بكل قوته علشان يروح ينقذ بينج. ولكنه للأسف بيلاقي ان دياو ماسك بينج في ايد والايد التانية فيها البيضة، وبيهددوا انه هيرميهم من على الحافة. ولما لونج بيجي يقرب اكتر دياو بيرميهم هما الاتنين من على الحافة. فبينطلق لونج بسرعة كبيرة وبينط وراهم، وبيقرر انه ينقذ بينج، وبيقدر فعلا انه يوصل لها على اخر لحظة، وبيفرد اجنحته وبياخدها وبيطير بسرعة. ومن ناحية تانية بنلاحظ ان دياو كان ماسك البيضة بخيوط الحشرة بتاعته، واللي بيسحبها وبياخدها ليه، ولكنه بيتفاجئ ان لونج راجع علشان يهاجمه. وساعتها قائد الجنود بيستخدم الاسهم وبيحاكم لونج، وبيقدر فعلا انه يصيبه في جناحه وبيوقعه. بعدها قائد الجنود بيروح لدياو وبيطلب منه يديله البيضة، وبيعرفه ان دي هي لؤلؤة الخلود وانها افضل بكتير من التنين. وساعتها بيبان على دياو انه متضايق جدا، وده لان قائد الجنود اخد منه البيضة. وبعد شوية بيتحركوا كلهم وبيقرروا انهم يرجعوا للامبراطور. ومن ناحية تانية بنشوف لونج اللي بيكون على وشك انه يصطدم بالارض، ولكنه بيستخدم قوته السحرية وبيكون موجة في البحيرة وبينزل عليها بسلام، وبيخرج بينج هي وهو من المية. وبيتواصل لونج مع بينج وبيفوقها، فبتستغرب بينج لانها سمعته وهو بيتكلم. وساعتها لونج بيوضح لها ان هو ما بيتكلمش، ولكنها سمع صوته في عقلها عن طريق التخاطر. وبيفهمها انهم لازم ينقذوا ابنه كاي اللي جوه البيضة، وبيوضح لها ان زوجته وثقت فيها وانها لازم تساعده. وبينطلقوا هما الاتنين، وفي الطريق بينج بتسأله اذا كان يعرف حاجة عن القوة اللي خرجت منها. فبيوضح لها لونج ان القوة دي اسمها قوة الاتشي، وان دي هي طاقة روحية موجودة في كل الكائنات الحية، وان في مجموعة قليلة جدا من البشر هم اللي بيقدروا يستخدموها، وان اسمهم هو حراس التنانين. وعلشان كده هي لازم
ولازم تتدرب على استخدامها، وبيعرفها ان هو عارف طريق مختصر وبيمشوا منه. وفعلا بينطلقوا هما الاتنين لحد ما بيوصلوا لجسر خشبي، وهناك بينج بتكون خايفة جدا وهي بتعدي من على الجسر ده، وكمان لونج بيعدي وراها وبيخليها تفقد تركيزها، وبسبب ان الجسر ضعيف الحبال ما بتستحملش وزن لونج التقيل وبتتقطع. ولما لونج بيحاول انه يطير جناحه بيتقطع اكتر من الاول، وما بيكونش قادر انه يطير ولا حتى يتحرك من مكانه. ولكنه لحسن الحظ بيتعلق في حبل، وكمان بينج بتتعلق في نفس الحبل، ولكن للاسف الحبل ده بيكون على وشك انه يتقطع، فبتتعصب بينج وبتفضل تلوم لونج على اللي حصل. وبمجرد ما الحبل بيتقطع بينج بتستخدم قوة الاتشي من غير ما تقصد، وبتوصل الحبل ببعضه وبتتسلق عليه لحد ما بتطلع للحافة. وهناك بتتفاجئ من ان لونج طلع وراها بمنتهى السهولة، وبتفهم انه جابها من الطريق ده وقطع الجسر عن عمد، وده علشان يدربها على استخدام قوة الاتشي. وبعدها بينج بترجع تكمل طريقها هي ولونج، وبالليل بيقرروا انهم يستريحوا لحد الصبح. وبتبدأ بينج تخيط للونج جناحه المقطوع، وبيفضل لونج يصرخ بصوت عالي من شدة الألم. وفي تاني يوم قائد الجنود هو ودياو بيوصلوا للمدينة، وبياخدوا الصندوق اللي فيه البيضة وبيروحوا يقدموه للإمبراطور اللي بيكون مريض جدا وعلى وشك الموت. وبيظهر الأمير الصغير وبياخد البيضة وبيوديها لوالده الإمبراطور، واللي بمجرد ما بيلمسها بيبدأ إنه يمتص قوتها. وفي اللحظة دي بينج بتتألم وبتعرف لونج إن كايفا خطر، وبينطلقوا هما الاتنين بسرعة علشان يلحقوا ينقذوه. وبنرجع بعدها تاني للإمبراطور اللي بيكون خلاص اتعالج بفضل قوة البيضة، وبيشكر القائد وكمان دياو لأنهم قدروا يجيبوها له. فبيستغل دياو الفرصة وبيحكي للإمبراطور عن مخطوطة قديمة، وبيفهموا إن المخطوطة دي بتقول إنهم ممكن يستخدموا البيضة بشكل مختلف، وده علشان تمدهم بالخلود مدى الحياة. ولكن وقتها الأمير الصغير بيقاطع دياو وبيقول له إن من المفترض إنهم ما يدوروش على الخلود، وده لأنهم مجرد بشر ولازم بعد مدة يموتوا. وساعتها الإمبراطور بيقتنع بكلام ابنه وبيطلب من دياو إنه ياخد أجازة ويروح يلعب مع الحشرات بتاعته، وده لأن شكله مرهق من المهمة اللي كان فيها. فبيشكره دياو وبيمشي وهو متعصب جدا، وبيروح لمكان سري وبينزل تحت الأرض وبيركب القارب وبينطلق بيه بسرعة كبيرة. وبعد شوية دياو بيوصل لمدينة كبيرة مهجورة تحت الأرض، وبيدخل للمقر بتاعه وبيسيب الحشرات ترجع لبيوتها. وساعتها بيجي المساعد بتاعه اللي اسمه وانج، وبنفتكر إن هو ده نفس الشخص اللي ساب بنته وهي صغيرة. ووقتها بيبان على دياو إنه متعصب جدا، وبيسأل وانج إذا كان الجهاز اللي هم شغالين عليه خلص. فبيفهموا وانج إنه خلاص بيضيف التعديلات الأخيرة، وبيفضل دياو يفكر إزاي هيقدر يسرق البيضة من الإمبراطور. وفي اللحظة دي القلادة بتاعت وانج بتنور، وبيقدر إنه يسمع بينج ولونج وهم بيتكلموا بفضل القلادة دي. ولسوء الحظ دياو بياخد باله وبيسأله إذا كان لسه بيقدر يسمع التنانين، وساعتها بتجيله فكرة شريرة وبيقرر إنه ينفذها. وبنروح بعدها لبينج هي ولونج اللي بيفهمها إنهم قربوا يوصلوا لقصر الإمبراطور، وبياخدها وبينط مع الشلال وبينزلوا في المية وبيعوموا لحد ما بيوصلوا لمكان تحت البحيرة. وهناك بيبان على بينج إنها مستغربة جدا من شكل المكان، وبيبدأ لونج يفهمها الرسومات اللي على الحيطة دي، وبيحكي لها عن الحرب اللي البشر والتنانين اتحدوا فيها مع بعض، وده علشان يقدروا يهزموا مستحضرين الأرواح. وبيوضح لها إن خلال الحرب دي ملك التنانين اتصاب إصابات خطيرة، وعلشان ينقذوه طاروا بيه لمسافة بعيدة جدا، وده لحد ما وصلوا لبحيرة الحياة اللي بتشفي أي جروح. وبيتضايق لونج لما بيلاقي مدخل المدينة اللي تحت الأرض مقفول، وبيفهم بينج إن في أنفاق تحت المدينة بتوصل لقصر الإمبراطور مباشرة. وفجأة بيقاطعهم وانج، والمفاجأة إنه بيكون عارف لونج، وكمان لونج بيكون عارفه، وده لأنهم شاركوا مع بعض في الحرب ضد مستحضرين الأرواح، واللي كمان بيكون عارف إنهم عاوزين يدخلوا لقصر الإمبراطور. وبيبدأ وانج يستخدم قوة الإتشي وبيشيل صخرة عملاقة، وبيوريهم فتحة صغيرة موجودة في البوابة. ولكن لونج بيكون شايف إن ما ينفعش بينج تدخل لقصر الإمبراطور لوحدها، وده لأنها بكده هتعرض حياتها للخطر. ولكن وانج بيفكروا إنه زوجته اختارت بينج علشان تساعدهم، وده معناه إن بينج هتقدر ترجع لهم البيضة من تاني. فبيضطر لونج إنه يوافق علشان ينفذوا المهمة. وبنروح بعدها للإمبراطور اللي بيطلب من القائد إنه يستعد هو وكل الجنود، وده لأن التنين أكيد هيهاجمهم في أي وقت. أما الأمير الصغير فبيلاحظ إن البيضة بدأت تفقد قوتها، وبكده والده الإمبراطور هيرجع يمرض من تاني. ومن ناحية تانية بينج هي وانج بيكونوا وصلوا للمدينة اللي تحت الأرض، وبتتكلم بينج مع وانج وبتسأله هو إزاي قدر يحرك الصخرة بقوة الإتشي، وده بالرغم من إن حجمها كبير جدا. فبيفهمها وانج إنه اتدرب كتير وإنه ممكن يعلمها إزاي تقدر تستخدم قوة الإتشي بتاعتها. وبيقول لها إنهم لازم يركزوا لأن المدينة دي فيها أجساد مستحضرين أرواح كتير، وإن ممكن قوة
قوة الإتشي ترجعهم للحياة من تاني، وبيبدأ إنه يعرفها كل حاجة عن قوة الإتشي وإنها موجودة حواليهم في كل مكان زي الشوارع والرياح والمية. فبتفرح بينج لأن وانج وافق يعلمها إزاي تستخدمها وبتحضنه. فبيتأثر وانج لأن بينج في الحقيقة تبقى هي بنته وإنه تخلى عنها زمان علشان يحميها، ولكنها ما تعرفش حاجة زي كده. وبتبدأ بينج إنها تتدرب على استخدام قوة الإتشي وبتقدر تمسك بيها واحدة من اليرقات، ولكنها للأسف بتغلط وبتصيب واحد من مستحضرين الأرواح. فبيخاف وانج وبيطلب منها إنهم يمشوا من هنا، وده قبل ما المكان يكون خطر عليهم. وبيفكرها إنها لازم توصل للإمبراطور قبل ما لونج يقتحم المدينة ويشتت الجنود. وبياخدوا هما الاتنين القارب وبينطلقوا بسرعة كبيرة. وبنروح بعدها لونج اللي بيكون في طريقه لقصر الإمبراطور، واللي لما الحراس بيشوفوه بيستعدوا لمواجهته بأسهم كتير جدا. ولكن بمجرد ما لونج بيقرب من السور بيستخدم قوته وبيكون جدار من المية وبيغرق الجنود وبيدخل للمدينة. وبيفضل يجري من مكان لمكان وهو بيتفادى الأسهم الكتير اللي بتترمي عليه. وفي اللحظة دي بينج هي ووانج بيكونوا وصلوا للقصر، وهناك بينج بتسيبه علشان تروح تجيب البيضة وبتتسلل من ورا الحارس. ومن ناحية تانية بنشوف الجنود وهما بيحاولوا انهم يصيبوا لونج، ولكن كل محاولاتهم بتكون بدون اي فايدة، وده لانه سريع جدا وبيقدر يتفادى الاسهم بتاعتهم. ولما بيترمي عليه عدد اسهم كبير جدا بيستخدم قوته السحرية وبيكون درع من اسقف البيوت وبيقدر انه يدخل للقصر. وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي عدد مهول من الجنود. وبنروح بعدها البنج اللي بتستخبى وبتتسلل علشان الحراس ما يشوفوهاش، وده لحد ما بتقدر توصل لمكان الامبراطور. وفجأة بيجي خبر وصول لونج للقصر، وساعتها الامبراطور بيطلب من قائد الجنود انه يخرج يحارب التنين. فبيسيب القائد مجموعة من الحراس علشان يحموا الامبراطور، وبينطلق وبيروح للونج اللي بيفضل يقاتل الجنود وبيهزمهم مجموعة ورا التانية. اما بينج فبتستجمع شجاعتها وبتروح للامبراطور وبتطلب منه يديها البيضة، ولكنه بيرفض طلبها وبيطلب من الحراس انهم يقبضوا عليها. ولكن بينج بتستخدم قوة الإتشي وبتهاجمهم وبتقدر انها تهزمهم بسهولة، وبتاخد البيضة وبتنطلق علشان تهرب وبتطلع للسطح. وبتنادي على لونج وبتعرفه ان البيضة معاها في السلة، ولكنها فجأة بتتصاب بسهم والسلة بتقع منها. فبيتعصب قائد الجنود لان البنت الصغيرة ماتت بسبب لونج، وبيقرر انه ينتقم منه ويقتله بأي طريقة. فبيخاف لونج وبيسيبه وبيهرب. وبنروح بعدها لبينج وبنفهم انها كانت بتمثل انها اتصابت، وبتاخد الشنطة بتاعتها وبترجع للقصر من تاني وبتستخبى في واحدة من الغرف. ولكن فجأة بيظهر حارس وبيهاجمها بالسيف وبيحاول انه يقتلها وبيوقع البيضة منها. فبتهاجمه بينج بقوة الإيتشي وبتفقد الوعي. اما الجنود فبياخدوا السلة اللي فيها البيضة وبيودوها للقائد اللي بيفتحها وبيتفاجئ ان اللي موجود فيها مجموعة من اليرقات. وبنرجع تاني لبينج اللي بتكتشف ان الامير الصغير اخد منها البيضة وبتحاول انها تاخدها منه، وبتقدر فعلا انها تعمل كده وبتضربه. واللي قبل ما تمشي الامير الصغير بيرمي تحتها الحبر علشان يوقعها، ولكن بينج ما بتقعش وبتتريق عليه وبتمشي. وساعتها بنفهم ان الامير بيكون عامل كده علشان يعرف هي رايحة فين من اثار اقدامها. وبعدها بينج بتنزل من المدخل السري وبتقابل وانج، وبيبان عليها انها فرحانة جدا لانها رجعت البيضة. فبيجري وانج وراها وبيكون عاوز يوقفها ولكنه ما بيلحقش. اما الامير الصغير فبيروح لقائد الجنود وبيعرفه ازاي يقدر يوصل لمكان البيضة. وبنرجع تاني لبينج اللي بمجرد ما بتوصل للمركب بتتفاجئ بوجود دياو اللي بيخرج من دراعه حشرة مسممة علشان يقتلها. وساعتها هو بيتدخل وبيمسك الحشرة وبيموتها، ولكن بينج بتتفاجئ بحشرات كتير جدا بتهاجمها وبتلدغها. وللأسف وانج ما بيكونش قادر انه يعمل اي حاجة. اما تياو فبيستغل الفرصة وبياخد البيضة منها وبيركب المركب بتاعه. ولان وانج بيكون حاسس بالذنب بيحط الترياق في بق بينج اللي بتكون خلاص فقدت الوعي، وبيسيبها وبيركب مع دياو وبينطلقوا. وفي الوقت ده لونج بيكون خلاص وصل لباب المدينة اللي تحت الارض ومستني بينج ووانج يرجعوا له وهم معاهم البيضة. ومن ناحية تانية بينج بتفوق بفضل الترياق، واللي قبل ما تستخدم المركب بيوصل قائد الجنود وبيهددها انه هيقتلها لو استخدمت قوتها، وبيسألها عن مكان البيضة. وفي الوقت ده دياو بياخد البيضة وبيروح يحطها في الجهاز اللي كان شغال عليه، وبيقول ان هو هيبقى اقوى شخص في العالم. وبيفهم وانج انه بكده بقى حر ويقدر يمشي. وبالرغم من كده بيخلي الحشرات السامة تهاجمه. وبعدها بيدخل في تابوت والجهاز بيشتغل، وبيبدأ انه يسحب قوة البيضة ويوصلها لدياو جوه التابوت. وفي اللحظة دي بينج هي وقائد الجنود بيوصلوا للمدينة اللي تحت الارض، وهناك بينج بتطلب من هو ان يروح يعرف لونج. وبمجرد ما القائد وبينج بيوصلوا لمكان البيضة بيكتشفوا ان الجهاز اشتغل، وبيطلب القائد من بينج انها تفضل في مكانها وبيسيبها وبينطلق. وللأسف الحشرات بتهاجم
بتهاجمه وبتكون خلاص هتسممه، ولكن بينج بتستخدم قوتها وبتنقذه على اخر لحظة، وبعدها بتروح تطمن على وانج اللي بيكون فقد الوعي، ولكنه لحسن الحظ بيكون لحق ياخد الترياق وبيفوق. وفي اللحظة دي هو بيوصل للونج وبيعرفه ان بينج في خطر، فبيتعصب لونج وبيستجمع كل قوته وبيبدأ انه يدمر البوابة. وبنرجع تاني لبينج ووانج اللي بيدخلوا للجهاز علشان ياخدوا البيضة، ولكن القائد بيمنعهم وبيدخل هو، فبتروح بينج هي ووانج وراه وبيسحبوه قبل ما يموت، وبيتفاجئوا ان شكله كبر وعجز جدا، وده بسبب ان الجهاز سحب كل قوته. ولما بينج بتيجي تدخل وانج بيمنعها وبيستخدم قوته وبيحاول انه يسحب البيضة، ولكنه بيواجه صعوبة كبيرة جدا، وبالرغم من كده ما بيستسلمش وبيستجمع كل قوته وبيقدر انه ياخدها وبيديها لبينج وبيقع على الارض وبيموت وبيختفي. وللاسف المكان بيبدأ يتدمر، ولكن القائد بينقذ بينج وبيرميها وبينط وراها، ولسوء الحظ الجهاز بيخرج قوة كبيرة جدا، والقوة دي بتتسبب في ان كل مستحضرين الارواح اللي في المدينة انهم يفوقوا. والمصيبة الاكبر ان دياو بيخرج من التابوت بعد ما تحول لوحش شكله مرعب وقوي جدا، وبيتعصب وبيكون عاوز ياخد البيضة بأي طريقة، وبيهاجم القائد هو وبينج بصخرة عملاقة، ولكن بينج بتقدر تصدها وبترميها عليه. ولما دياو بيرجع يهاجمها تاني بينج بتستخدم قوتها وبتمسكه وبترميه وبتوقع عليه صخور من تاني، وبتدي البيضة للقائد وبتطلب منه انه ياخدها ويهرب. وبالرغم من ان القائد بيكون خايف عليها الا انه بينفذ كلامها، وبتفضل بينج تستخدم قوتها وبتحاول انها تشتته، ولكن كل ده بيكون بدون اي فايدة، وده لان دياو بيقدر يتصدى لها وبيحاصرها وبيكون على وشك انه يقتلها. وعلى اخر لحظة بيوصل لونج وبينقذها وبيهاجموا وبيقاتلوا بعض هما الاتنين بمنتهى الشراسة. وبنروح بعدها القائد الجنود اللي بيتفاجئ بمستحضرين الارواح اللي بيهاجموه من كل مكان، وبيظهر وقتها ان عددهم كبير جدا، ولكنه بالرغم من كده ما بيستسلمش وبيقاتلهم بكل قوته. وبنرجع تاني لونج اللي بيقاتل دياو بكل قوته هو كمان، ولكن دياو بيكون قوي جدا وكمان قوته بتزيد اكتر، وساعتها لونج بينقض عليه وبياخده وبيقعوا هما الاتنين في الحفرة، وكمان الجهاز بيقع وراهم. وبالرغم من اللي حصل ده لونج بيقدر انه يخرج، ولكنه للاسف بيكون اتصاب اصابات خطيرة جدا، وبيطلب من بينج انهم يهربوا من المكان بسرعة، ولكن دياو بيقدر انه يخرج هو كمان بعد ما تحول لتنين شكله مرعب ومخيف جدا، وبينقض على لونج وبيضربه وبيرميه على الارض. وقبل ما يقتله هو بيتدخل وبيجري بسرعة وبيتسلق دياو وبيعضه وبيشتته، فبتستغل بينج الفرصة وبتروح تطلب من لونج انه يهاجم دياو بكل قوة الاتشي. فبيستغرب لونج لان بكده قوة دياو هتزيد اكتر، ولكن بينج بتطلب منه انه يثق فيها، وفعلا بيبدأوا انهم يهاجموا دياو بكل قوة الاتشي بتاعتهم. ووقتها دياو بيفرح لان كده قوته بتزيد وحجمه بيكبر اكتر، وبيفضلوا هما الاتنين يمدوه بالطاقة، وده لحد ما حجمه بيبقى عملاق جدا وبيكبر اكتر واكتر. وبيستغل لونج الفرصة وبياخد بينج واخواه وبيهربوا من المكان اللي بيبدأ انه يتدمر وينهار بالكامل، وبيفضل دياو يكبر اكتر واكتر لحد ما بينفجر، وبتخرج قوة الإيتشي وبتدمر كل مستحضرين الارواح. وبعدها قائد الجنود بيروح لبينج وبيقدم لها البيضة، فبتودعه بينج وبتنطلق هي ولونج وبيطلعوا فوق السحاب، وهناك لونج بيفهمها ان الرياح هي اللي هتنقلهم لمكان البحيرة اللي البيضة هتفقس فيها. وبعد مدة بيوصلوا للجزيرة اللي هم عاوزين يروحوها، وبيقع لونج على الارض من شدة التعب، وبيفهم بينج ان بسبب المعركة هو اتصاب اصابات خطيرة، وبيطلب منها تاخد البيضة وتدخل للكهف ده، وبيعرفها انها هتلاقي البحيرة في نهاية الكهف. وفعلا بينج بتنفذ كلامه وبتنطلق بسرعة، وفي نهاية الكهف بتوصل للبحيرة وبتحط فيها البيضة اللي بتنزل في الاعماق وبتنور، وبيخرج منها التنين الصغير اللي اسمه كاي اللي بيحضن بينج وبيكون فرحان بيها جدا. وبمجرد ما بيخرجوا من الكهف بيتفاجئوا بوجود عاصفة قوية، وبيفهموا ان بكده لونج خلاص هيموت، وبيروح كاي يحضن والده اللي بيكون على وشك الموت، وبتيجي بينج تطمن عليه هي كمان، وساعتها لونج بيعرفها ان هو خلاص هيموت، وده لان اصاباته خطيرة جدا. فبتقول له بينج انه لو راح لبحيرة الحياة جروحه هتخف، ولكن لونج بيقول لها انه ما بقاش قادر يطير، وبيطلب منها تعتني بكاي وترعاه. فبتحزن بينج جدا وبتعيط، ولكنها برضه ما بتستسلمش، وبتبدأ انها تستخدم قوة الاتشي بتاعتها وبتشيل لونج وبترفعه وبتطيره فوق السماء وبتوصله فوق السحاب. وساعتها الرياح بتاخد لونج وبتنطلق، وبعد فترة بنشوف بينج بعد ما رجعت لسجن التنانين، واخيرا بتعيش بينج هي واصدقائها هو وكاي مع بعض في حب وسلام بعد ما قدرت انها تنقذ اخر تنين على الارض من الخطر.